واحد قال لي انت حرامي اعترف، كتب لي الكومنت ده من يومين عشان خاطر سأل على التعاقد بتاعنا وعرف سعر الخدمه بتاعتنا كام، فقال لي انت حرامي. طيب انا هجيبها لكم على بلاطه عشان الجمله دي النهارده انا على فكره خدتها عادي وابتسمت وعملت له بلوك على طول. انا النهارده بعتزل ما يؤذيني، اي كومنت مش عاجبني ببلوك وخلاص ورايح دماغي واكبر دماغي. انا عارف ان احنا من اغلى اسعار الديجيتال ماركتنج ايجنسيز كسيرفيس موجوده في الدول العربيه، ولكن هو ده اكيد موجود بسبب يا جماعه الشركات لما بتيجي تبتدي في البدايه خالص كشركه تسويق مثلا او ايجنسي، حاجه من الاثنين، يا بيشتغل على الكم ان هو يكون عنده 100 اكونت لا فريلانسر مع 10 اكونتات، يا اما يشتغل النهارده على الكيف. النهارده مش هياخد النهارده كم كبير جدا جدا بس هيشتغل نيش، هيشتغل النهارده بعيد عن الفوليوم شويه، فممكن اخد لي النهارده 25 شركه اشتغلها في العالم كله وب 40 موظف. فتخيل لما 40 موظف يشتغلوا لصالح 25 شركه الكواليتي هتبقى عامله ازاي. ذاتس واي ان انا دايما قافل تعاقدات. انا النهارده ما بفتحش تعاقدات كل يوم، تلاقيني النهارده كل 3 4 شهور ادخل لي عميل ولا اتنين بالكتير جدا، لان اللهم لك الحمد العميل بيبتدي معانا ممكن يقعد سنه واثنين وثلاثه ويكمل معانا لحد ما ناسس له التيم بتاعه، واحنا في الاخر نكون مشرفين على الشغل ده من خلال تيم وده عاملينه كتير جدا اللهم بارك. فبالتالي النهارده ده سامح لنا نقدر النهارده نقودت على شركات كتير بس نشتغل بايدينا ال 25 شركه 30 اخرنا ب 40 موظف. ذاتس واي ان الكواليتي عاليه. ذاتس واي ان انا النهارده ممكن اطلب سيرفيس او اطلب النهارده فيز عاليه جدا. ايه المشكله؟ ما النهارده لو براند بيبيع له ب 20 30 مليون وانا النهارده الفيز بتاعتي عاليه هيفرق معاه في ايه؟ طب انا النهارده لو براند جاي يبتدي جديد، وهتشوفوا الكلام ده بعينيكم اليومين الجايين، عندي براندين جم لسه ما صرفوش جنيه واحد ممول، والبراندين دول واحد حاطط بادجت مليون جنيه تقريبا والتاني حاطط 2 مليون جنيه كبدايه، والمنتج احنا قعدنا اشتغلنا 6 شهور عشان المنتج يطلع بالباكينج بقى بتاعه والهويه البصريه وجو تو ماركت استراتيجي اند سو اون، ولحد دلوقتي خلاص هنبدا نشتغل اول حملاتنا الاسبوعين الجايين دول. فهو بادئ فروم سكراتش وحاطط بادجت، فبالتالي احنا مش بنشتغل على عدد كبير بس بنشتغل على عدد قليل بس ندي اعلى كواليتي، فهو ده طريقه شغلنا. وخلي بالك يعني هي مدارس، انت ممكن النهارده تلاقي فريلانسر بيقول لك 20 اكونت وبطوله، احنا لا، احنا ممكن النهارده 25 30 اكونت ب 40 موظف، وده اخرنا عشان نعرف ندي النهارده احسن كواليتي ونعرف ندي النهارده اعلى كفاءه ونعرف نعمل النهارده اكبر رقم مبيعات. دي التفصيله بتاعتنا كلها. فلما حد يسمع النهارده الخدمه بتاعتنا او السيرفيس بتاعتنا ماشيه ازاي، بلاش يقولوا لنا انتوا حراميه، ممكن يكون غير مناسب ليك في الفتره الحاليه. فاحنا بنشتغل ده وبنشتغل ده، بس بصراحه بيكون عدد قليل قوي في الحتت اللي هي بتشتغل تحت شويه، بس اللي بنشتغل معاهم تحت شويه ده عادي جدا، احنا بنكون عارفين كويس قوي ان هو بوتنشال يطلع لفوق. فممكن ناخد البراند عادي جدا فروم سكراتش يدفع له 50,000 جنيه مثلا في البدايه، ونطلع نسكيل معاه لحد ما يوصل بقى لما لا نهايه ما شاء الله. فده برده اوبشن عندنا. فبالتالي يعني بالراحه علينا، يعني طبيعي جدا كل واحد يسعر بالطريقه اللي هو عايزها، طالما انت النهارده شايف نفسك في الكواليتي دي وفي الحته دي.